السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هذه مده ملي ما حطيتش فيديوهات، ولكن قررت هذه المره نرجع لكم بهذا الفيديو الجد مهم اللي نتمنى تتابعوه حتى للنهايه، هكذا باش تستفادوا من المعلومات اللي راح نقدمها لكم. بالنسبه للناس اللي حبوا يعني يديروا مشاريع، ولا بالنسبة اللي يحبوا يديروا هكذايا في ديورهم، عندهم مناسبات ولا ليهم هكذا جايينهم ضياف، ولا باش يعرفوا شحال يقضيو وشحال راح يقطعوا لهم من حبة. نبدأ بسم الله على بركة الله. أول حلوة هي مقروط الكوشة اللي نديرو حنا بسميد والفارينة. دونك كيلو تاع سميد مع كيلو تاع فارينة راح يخرج لكم حوالي 80 حبة تكون متوسطة، ولا 60 حبة تكون كبيرة. والحلوة الثانية هي المشكلة، كيلو تاع لوز راح يخرج لكم 50 حبة متوسطة، ولا 40 حبة كبيرة تاع المشكلة. وبالنسبة للحلوة تاع لي كورني، كيلو تاع لوز يقطع لكم 50 حبة متوسطة، ولا 40 حبة كبيرة. دونك هنايا الحجم نتوما اللي تخيروه. وبالنسبة لمقروط اللوز، كيلو لوز يخرج لكم 40 حبة تكون متوسطة، ولا 30 حبة تكون كبيرة. وبالنسبة للياسمينة، هاد الحلوة المعسلة اللي تشبه الجزيريات، كيلو لوز راح يعطينا 55 حبة متوسطة، ولا 40 حبة كبيرة. بالنسبة للجزيريات كيف راح يعطينا 55 حبة متوسطة كيلو لوز، ولا يعطينا إذا حبينا نديروهم كبار يعطينا 40 حبة كبيرة. ونروحوا مباشرة للعرايش. كيلو لوز راح يخرج لنا 100 حبة متوسطة تاع العرايش، ولا 80 حبة كبيرة. والفاكهة، كيلو لوز يقطع 50 حبة تكون متوسطة، ولا 40 حبة كبيرة. وبالنسبة للمخبز، كيلو لوز يقطع 40 حبة متوسطة، ولا 30 حبة كبيرة. وفيما يخص الكفتة، كيلو لوز يقطع 70 حبة متوسطة، ولا 60 حبة كبيرة. وفيما يخص الشراك المسكر، كيلو لوز يخرج 100 حبة متوسطة، ولا 80 حبة كبيرة. وبالنسبة للكعكات، سواء كعكات بالطلية ولا مسكرين، كيلو لوز يخرج 100 حبة كعكات متوسطين، ولا 80 حبة كبيرة. كانت هذه هي الحلويات اللي كنت حابة نقول لكم شحال تقطع كيلو لوز، شحال يقطع لكم. ولكن إذا حبيتوا حلويات أخرى ما عليكم غير تطلبوها في التعليقات، وأنا ندير لكم فيديو واحد آخر بإذن الله ونلبي طلباتكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وتبارطاجيوه مع أحبابكم وأصدقائكم اللي تعم الفائدة إن شاء الله، وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وفي الأخير ما بقى لي غير نقول لكم إلى الملتقى بحول الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.